فيما يتعلق بالخفض التدريجي لقيمة الدينار، الناس الكل معناها صدى كبير المسألة هذه، ثم تخوف من تعويم الدينار. شوف، اولا هو الدينار، وضع الدينار هو سي لو ريفلي نتاع معناها ميزان الدفعات والميزان التجاري، وعندنا مشكله في الميزان التجاري في تونس. شفت الارقام فعلا معناها ايش معناها نوردوا اكثر من نصدروا، لازم نخدموا على التصدير، ويلزم عندنا زاد معناها الواردات الغير الاساسيه هذه قاعدين ندرسوا فيها وقاعدين لازمنا نخرجوا منها. دونك وضع الدينار هو سي لا ريبركسيون ولا نتاع ميزان الدفعات. احنا باش يكون مجلس وزاري مضيق الاسبوع القادم باش ناخذوا معناها في مساله الميزان التجاري هذايا قرارات، او معناها للحد من التوريد، ما يسمى بالتوريد العشوائي، او كل راهو وماهوش سهل، وبرشا توريد نوردوا اشياء لاعاده تصديرها او مواد اوليه، فمعناها نشتغلوا عليه الوضع هذا. ما يفو با بانيكي، معناها ما لازمش ندخلوا في واحد. نرجع نقول الوضع في تونس وضع صعيب، ولكن فما بوادر ايجابيه، نقعدوا متفائلين. عندنا قدره، البارح شفت في صفاقس حقيقه رجال اعمال قادرين انهم معناها يغيروا الواقع هنا، طالبين انه الحكومه تدعمهم، وفما نسيج اقتصادي وفما امكانيات وقدرات. ما نضيعوش على روحنا الفرصه انه النمو نشوفوا فيه، ولكن زاد نجموا نضيعوه. واذا نقعدوا معناها لازم نرجعوا للخدمه، ولازم نعطيو رساله ايجابيه، رانا قادرين والعزيمه موجوده والاراده موجوده، وبالعزيمه وبالاراده نجموا نخرجوا من بلادنا من الوضع الصعيب.